هاي يا جماعة، ازيكم؟ ده الفيديو الجديد بتاعي. النهاردة قصة شفاء جديدة ملهمة لكل الناس بمناسبة يوم الجمعة. أنا بحب اليوم ده قوي. طبعا بالنسبة لنا يوم الجمعة ده احنا يعني كمسلمين بيبقى يوم مبارك، عيد لينا كلنا. ربنا يا رب يجعله يوم بركة على العالم كله، مش بس المسلمين. جماعة، بس قبل ما ابتدي الفيديو هقول ان القصة النهاردة بتتكلم عن العلاج بالأعشاب. يعني أنا ما أعرفش هو ده في الطب عادي والّا لأ. هاقول القصة زي ما قريتها. هاحط لكم اسم المقال أو الجريدة في الdescription box. من فلسطين الحبيبة قصتنا النهاردة، ونبدأ بسم الله. قصة المريض اللي قدر إنه يهزم السرطان في 3 شهور بس. محمود يونس كان شاب عنده 32 سنة، متجوز وعنده ابن واحد، وكان عايش حياة هادية وعادية وسعيدة. في أوائل عام 2011 محمود لاحظ إنه ابتدى يبقى عنده سعال متواصل وشديد جدا. هو ما حطش في باله أي حد ممكن يحصل له كده، وما اعتبرش إن دي علامة على وجود شيء خطير يعني مستنيه. محمود كمل حياته بشكل عادي جدا. كان ابنه بيشترك كده في نادي محلي، كان عنده ماتش مهم، فمحمود راح يحضر الماتش ده، وكان مبسوط جدا لأنه ابنه في الماتش ده لأول مرة كان لابس شارة الكابتن، يعني على اعتبار إنه أقدم طفل بيلعب في النادي. وباباه كان وعده إنه هياخده ويأكله الآيس كريم اللي بيحبه بعد الماتش. وقبل الماتش محمود راح لصندوق المرضى علشان ياخد شوية أدوية علشان السعال اللي عنده، ومسكنات عشان يقدر يحضر الماتش كويس من غير تعب. وفي عز ما كان محمود مبسوط جدا بابنه ان هو بيلعب ماتش كويس، محمود حس بسعال شديد جدا جدا، وشعر فجأة بألم شديد في صدره مش قادر يتحمله، لدرجة انه لما روح البيت يومها من الماتش ما كانش قادر ينام ابدا على الجانب الايمن من جسمه بسبب الألم اللي طبعا حاسس بيه. طبعا في اللحظة دي محمود أدرك إنه لازم يروح للطبيب المختص علشان يقوم بالفحص الطبي اللازم، لأن الألم هو ما كانش قادر يتحمله. طبعا الدكتور أمر محمود إنه يروح مدينة أم الفحم، لأن هناك موجود المركز الطبي المؤهل إنه يقوم بالنوع ده من الأشعة. طبعا محمود حس إن الموضوع مش طبيعي، وإنه أكيد في حاجة خطيرة، لكن كان بيكذب نفسه يعني على أمل إنه يبقى الموضوع بسيط. بالفعل محمود عمل الأشعة وراح بيها للدكتور، والدكتور لما شاف الأشعة قام بتحويله فورا في يوم 27 من شهر إبريل من نفس الشهر إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا، لأن هناك في تصوير حاجة اسمها السي تي، واللي بين التصوير ده إن محمود عنده للأسف ورم سرطاني بعرض 4 سنتي وطول 6 سنتي في الرئتين. مش بس كده، ده كمان أظهرت الأشعة إن الرئة الموجودة في الجهة اليسرى ممتلئة بالمية، والورم كان بينتج سائل خطير في رئتي محمود. حتى أصبح مش قادر يتنفس بصورة طبيعية، حتى ابتدى إنه يحس إنه عايش من غير رئة. المهم محمود كان ليه قريب بيشتغل في مستشفى شيبة، فبعد ما اتأكد من إصابته بمرض السرطان راح واستشاره. قريبه ده اقترح عليه إنه يخضع للعلاج في المستشفى، وكمان قابل الدكتور المختص اللي قام بإخراج المية اللي في الرئة عن طريق عملية في الظهر. بعد العملية خدوا عينة من الورم عشان يحددوا نوع العلاج اللي محمود هيخضع ليه. فالأشعة أظهرت إن المرض تفاقم، وإنه في حالة متأخرة. فالمرض انتشر في منطقة الحجاب الحاجز والبطن وخلف الرئتين. فورا الأطباء قرروا إخضاع محمود للعلاج الكيماوي وحددوا له أول جلسة، لكن المريض نفسه اللي هو محمود قرر إنه يخضع للعلاج بالأعشاب قبل جلسة الكيماوي. طبعا يا جماعة مش محتاجة أفكركم إنه أنا مش جايبة القصة دي من عندي، وأنا لا أدعو للعلاج الطبي بالأعشاب، لكن أنا بنقل القصة، أنا مليش دعوة، بس حبيت أنوه.
محمود راح لعيادة البروفيسور هاني يونس بتوصية من صديقه اللي شفي تماما من السرطان بعد 4 شهور بس. المهم راح محمود لعيادة البروفيسور هاني بتوصية من صديق لي زي ما قلت، واللي صاحبه أكده إنه خف من السرطان تماما بعد 4 شهور فقط من بداية العلاج في مستشفى كبيرة أوي هناك ومعروفة في المجال ده. ابتدى محمود رحلة العلاج وابتدى في الخضوع للعلاج بالأعشاب، فكان بيتناول يوميا ما يقارب من 70 كبسولة من مختلف الأعشاب، وكمان تناول غذاء مملكات مع عصير القمح والعسل. وخلال أسبوع واحد السعال توقف تماما تماما، وبدأ يشعر بتحسن ملحوظ في صحته. طبعا العلاج بالأعشاب مش معناه إنه مفيش جلسات كيماوية، لا هو فعلا ابتدى جلسات كيماوية. فبعد 3 أسابيع تقريبا من بداية تحسن صحته خضع لجلسة كيماوية أولى، وبعدها بشهر الجلسة الثانية، طبعا مع الالتزام بالعلاج بالأعشاب. طبعا الأطباء كانوا أخبروا محمود بصعوبة الأعراض الجانبية للعلاج الكيماوي قبل ما يبدأ بالخضوع ليه، وأخبروه كمان إن نسبة الأمل في الشفاء ضعيفة جدا وتكاد تكون معدومة، طبعا بسبب إن المرض في حالة متأخرة. فترة العلاج هتكون كمان طويلة، وإنهم هيقوموا بعمل فحص الCT بعد الشهر الثالث من الخضوع للعلاج الكيماوي عشان يقدروا يحددوا نوع العلاج اللي لازم يتبعه بعد كده. طبعا موقف صعب جدا عليه، ربنا ما يكتبه على حد يا رب. لكن طبعا محمود قرر رغم تحذير الأطباء إنه يكمل في العلاج. وعلى الرغم من كده محمود ما تعرضش لأي مضاعفات بعد خضوعه لأول جلسة علاج كيماوي، بل بالعكس محمود بعد جلسة الكيماوي على عكس كل المرضى التانيين اللي لما كانوا بيخرجوا من الجلسة كانوا يعني منهارين جسديا ومش قادرين يقفوا، محمود كان على العكس تماما، كان بيقدر يقوم ويقف على رجليه ويسوق عربيته ويعيش حياته بشكل طبيعي جدا وكأن شيئا لم يكن. وده طبعا بيرجع للمناعة اللي اكتسبها من العلاج الطبيعي بالأعشاب. وبعد مرور 3 شهور محمود عمل فحص CT تاني، واللي المرة دي تبين إن المرض اختفى تماما من جسده. الأطباء طبعا ما كانوش مصدقين أبدا اللي أظهرته نتيجة الفحص، فمحمود قال لهم إنه قصة العلاج بالأعشاب بتاعته هما مهتموش بالموضوع قوي. محمود طبعا اتلقى التهاني من كل الأطباء اللي موجودين في المستشفى، وتحدد له جلسة كيماوي كمان، يعني زي ما بيقولوا كده كإجراء احترازي أخير. يمكن الطبيب ما كانش مصدق اللي كان الفحص مبينه، حدد له فحص CT تاني بعد مرور شهر، وبالجلسة دي يكون محمود قد خضع ل4 جلسات كيماوي بس. وفي آخر شهر أغسطس محمود عمل فحص الCT، والدكتور ما كانش مصدق من النتيجة إنه تم شفاء محمود تماما من المرض الخبيث ده. محمود النهاردة عايش حياة طبيعية وفي أتم صحة مع أسرته السعيدة. ربنا يسعد الناس يا رب. أتمنى تكون القصة عجبتكم وادت لكم أمل ولو بسيط حتى. أشكركم وأشوفكم في فيديو جديد، وجمعة سعيدة عليكم يا رب. باي باي.